السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلمى الطيري، عن ملقب بأحمر الورد. شلونكم؟ شو أخباركم؟ أنا عندي شروط عشان أرجع ذي مرة لقناتي. شروطي أنتوا تعرفون أنا سويت أفكار كثيرة ونفذوها الدول الأوروبية، الدول العربية كذلك. فشروطي شنهي؟ بيت ومعاش. بيت إما يكون في الكويت ويمشالي معاش، او يكون البيت في قطر ويمشوا لي معاش، او يكون البيت في الامارات ويمشوا لي معاش. المهم بيت ومعاش، هذا طلبي في احدى الدول هذه، اما الكويت او قطر او الامارات. وانا راح استمر. مثلا اي شخصيه، انا الحين ببطل ما راح اطلع، بس اي شخصيه مثلا خلينا نشت بالخيال شوي ونقول مثلا في الشيخ فزاع، مثلا هو تكرم مثلا وحط لي بيت ومشالي معاش. تدرون شنو راح اسوي له؟ راح استغل عبقريتي والمكرمه اللي الله معطيني اياها، واخليه يقود الوطن العربي والدول الاسلاميه. صدقوني انا قد اللي اقوله، وانا قد اللي اقوله. الله سبحانه وتعالى يضع قوته بضعف خلقه. راح استعين بالله سبحانه وتعالى واطلب من الله سبحانه وتعالى انه يساعد المكرمه ان الدول العربيه والدول الاسلاميه توحد وتكون تحت قياده الشيخ فزاع. هذا لو كان الشيخ فزاع هو اللي مثلا حط لي بيت ومشاني معاش، او مثلا يجي واحد شيخ ثاني مو فزاع، او يجي مثلا امير، او المهم يجي شخص يقول لي يا سلوى انا ابي احط لك بيت وامشيك معاش، لكن انا ابي انك تخليني انا اللي امسك هذا المنصب. اوكي تقول انتوا جربوا ما راح تخسرون شيء. جربوا، انا نعمه لا تضيعونها من ايدكم. واعتب ترى على اللي يقولون سلوى داعيه، لو سمحتوا انا مو داعيه، انا مبدعه ومخترعه، لست داعيه. الداعيه لازم تكون دارسه شريعه، لازم تكون امور كثيره، حافظه القران، حافظه الحديث. انا انسانه عاديه، انا مبدعه ومخترعه، مثل المغني، مثل الفنان، مثل الرسام، هذا الناس المواهب. انا مبدعه ومخترعه وبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.